بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حياكم الله أخواتي الطيبات، صحيتوا البنات وش راكم؟ طمنوني عليكم، ليكم وحشة كبيرة كبيرة، وسامحوني على هذا الغياب. والله غا جات ظروف ومن بعد جيت دوك نحكي لكم في الفيديو. نسبق قبل في بداية الفيديو لازم عليا أني نعزي، واجب عليا أني نعزي إخواننا اللي توفوا في الحادث تاع حافلة الحراش. هذو فقط لقطات لهم يفوتوا محتوى الفيديو فقط. نعزي إخواننا، نعزي أهاليهم، هما ربي يرحمهم، أكيد هما شهدائهم في الجنة. ونعزي أهاليهم، ربي يصبرهم إن شاء الله، إن شاء الله يتلاقوا معهم في الجنة. قولوا امين يا رب العالمين. ونعزي ثاني حبيبتي وصديقتي ام ماجد بوفاة الام تاعها، ربي يرحمها. ام ماجد البنات، ام روزا، هذه جدات روزا اللي توفات، ربي يرحمها وربي يصبرها عليها ان شاء الله. كانت هزتها ما تخطيش مرة. الفريق راح يكون صعيب بزاف بزاف. نقولها حبيبتي ام ماجد ربي يصبرك وربي يبدل بمحبتها صبر ان شاء الله، تلاقيها في الجنة. وفوالا البنات، دوكا نجيو نطمنكم عليها. انا بخير والحمد لله. فقط طولت الغيبه على بالي، توحشتوني وانا ثاني توحشتكم بزاف بزاف. شكرا 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 لكل واحد راهي تراسلني في جميع مواقع التواصل. اي تلقى في الانستغرام سقسي عندي ولا عند لوجين ولا تراسلني حتى في الفيسبوك، لو ما نقولش لي نهائيا. شكرا 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 من القلب. بقيتوا تخافوا عليا، بقيتوا الحمد لله. عوض الله دائما يكون جميل. كل واحده نقول لها راهي مقنوطه ولا راهي كارهه ولا ما عندهاش حل المشاكل في حياتها، نقولها والله يا ربي راه يخبي لك، راه يلم لك في هذو الايامات وكل ما مش مليح، ويعوضك ان شاء الله العوض الجميل ان شاء الله، اضعاف اضعاف وش كيما متمنيه. قولوا امين يا رب العالمين. اما بالنسبه للفيديو تاع التهاني اللي وعدتكم به تاع السكنات وتاع النجاحات اللي ما حطيتلكمش، راني حشمت نحطه في هذه الظروف بعد الوفاه تاع، بعد الفاجعه يعني تاع الشهداء ولا الابناء بلادي اللي توفوا في حافله الحراش. حشمت نحط التهاني وبكم نفوت الفيديو ولا زوج ونحطهم ان شاء الله. بديتكم رجعت لكم فيديو كان مصور اليوم يكتب ربي باش نحطه نطلع خويتاتي حتى من هنا راهي باقز روحي. حبيت نطلع لكم بهذا الفيديو ايامات في المصيف. كانت رحله قصيره جدا، حبيت نشاركها معكم. اول حاجه اكيد راح نبداو بالتنظيف. وين ما رحنا احنا تعرفونا احنا الجزائريات تقولي نحبسوا غير على السبع، ومن بعد نظلوا نشكيوا كلش راح يسطر. رانا مدقدقين بصحه، ما نقدوش نشوفوا ما نقدوش نشوفوا التراكميات والغبره. بدينا التنظيف اكيد توجور باي كلين اللي تمشي معنا في الصاك. وين ما رحنا نظفنا كلش، الخشب، المطبخ، رخامه، الفور، اصلا نعرفوا ما خلينا حتى بلاصه. ومن بعد جات له جايين هنا تعطر، هي اللي سبكت نظفت لي بايا كلين. ومن بعد جيت انا باش نعطر، جات تعطر قلت اصبر حتى نديروا شويه سفنج ونصبوا العشاء خليه يطيب ونخرجوا نطفيو عليه يعني. ديروا التبحير تاعكم ونولي ان شاء الله نلقاو الدار نظيفها. بعد ما درت السفنج وصبت العشاء باش عطرت الدار، عطرت الريدوات، عطرت الفريشات. هنا كي درت السفنج لان ولادي ما يحبوش ياكلوا لي بيني تاع البحر، ما يحبوهمش، ما يحبوش لاباطي ديك تاعهم. لا ساعات وين طيح في اخرين يعني دوك اللي يبيعوهم مليح بس ما عندهم حاجه فيهم. انا قلت لهم العوض باش ندير انايا بيني نديرو سفنج ولا فطاير كل واحد كيف يسميهم نديهم معنا. عطرت دوك انا بعد ما طاب السفنج باش نحي ريحه الزيت وريحه هذاك. استعملت فريش ويند توجور تاع لي بروم تاع فريش ويند. استعملت هذا الربايال دوجا كنت حدير مسك طهار قبيل، درت انا الربايال هذا ريحته تهبل وتبقى في الحوايج تسخف. وهنا راني خليت النافذه محلوله. بالنسبه لي يقولوا لي تكثر العطور يدير حساسيه، مش مليح ليك، مش مليح لابنك مريض. توجور نوافذ محلوله ها كيما راكم تشوفوا، نوافذ محلولة تبقى الحالة فقط معطرات. خلصي مروائح البيت كاريها، مروائح الماكلة. فوالا هذه هي القارورة تاع فريش ويند تاع لي بروم تاع فريش ويند، هذه تاع روايال تاع الترسيحة تاع روايال. فوالا البنات اكيد هنا البحر كان جميل جدا في هذا النهار. ويسقسيو البنات على المكان ولا بلاج. راه اوبرج طايس البنات، هذا راه اوبرج طايس في بجايه يهبل ما شاء الله. بس 20 وحجر من الداخل شويه ما يقدروش ولا لازم تلبسوا هذوك معاكم يعني اللي ما يقدروش ولادهم والله راه تاع حجر يعني يديهم البلاصه تاع رمل بصح كالم وبلاصه تسخف وعائليه اكيد.
وهنا شويه لقطات، هيا شويه شويه عاد ما صورش انا بزاف الخرجات، عاد لو جاي نشتي تصورها الوغ خليتها من ندي صراحه. والله الصراحه يتريح مع الولاد، سمعي حكايات اللي ما تقدريش تسمعيهم كي تكوني في الدار وهي تجمع القش مع الغسيل، يعني هي دار وين ما تروحي. بصح نحس الشغل الكثير والعمل الكثير كي تكوني في دارك، كي تخرجي توجور شو راسك فرغان من ديك الخدمه وتخمام زائد ولا. والحمد لله كنت درتها بريبيشات جات حاره وبنين الله تسخف. درتها في الخرشف بالخرشف ولفت سعيدي، عفوا لفت العادي ماشي لفت سعيدي، والدهن الحار وكل راكم تقولوا راهي اجري برك تاع فاكونس، جيت على كارها ولا قناه. هيا دهن يوم ساعه البيتزا ساعه الماكله في ريستورون ختمناها وكان ختامها مسك. درت فيها قلت لكم بريبيش الله بالحمص واللفت والخرشف. وهنا كنت جاركتكم عليا زقتكم لقطات فقط تعيشوا معي يومياتي لاخواتي وعاشقات الجاي اللي يتبعوني منذ سنوات، وديديكاس الف 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 شكر الف تحيه لكامل اللي تلاقيتهم مشتركاتي وين ما نروح نتلاقاهم ويعرفوني غير بالاحضان والله يبارك والقبولات. ربي يحفظكم وربي يخليكم ليا، وكامل اللي يتبعوني هم دايرين كيفيا. وهنا عند رجوعنا إلى المنزل أكيد نجيب معنا قش يا قش، نلقاو الدار حالة ساعة حالة. أول حاجة نسبق نروح نفرغ الكابيت، كي نصيبهم ما يباتوش تالما ما لقيتش وين ننشر، وليت ننشر فوق اسمو تاع الدرو تاع سكاليات باروداج تاع سكاليات. قالش المعلم ها يتعلق في الدرابوات يشتي شويه يقلق. انا نقول المهم نخلص صباح وغير نحيهم ونطبقهم. استعملت فافو هذا الابيض. هنا كانت الغسله الاخيره، انا كان قش تاع الجوجين لميت لها غير الحوايج الالوان الفاتحه والقش الابيض تاعها. درت لهم غير سيستم رابيد ما توسخش بزاف. انا وليداتهم كبار شويه وليداتهم صغار، اكيد تغسلي لي مونش هذاك كي يعودوا مسخين بزاف قبل ما تلوحيهم. يا اخي البنات من بكري يعني ملي كنت ربينا في وليداتي هذو هما الحوايج اللي نديرهم. استعملت هذا فافو الابيض اللي مكتوب فيه هذا تاع 3 لتر. هذا مجربته عن تجربه للملابس البيضاء، يخرجوهم يسخفوا ويشعلوا ريحتهم تهبل. مكتوب فيه ديب فوالا. وعلى الوقت نغسل بهذه كي قريب تخلص هيا بدلت، ما نشتيش كي يخلصوا نحب يبقاو العطور باش كي ننشر الحوايج من كل ريحه نشم شويه، وتبقى لي الحوايج يسخفوا في الربائح يسخفوا عفوا في الملابس. شوفوا هنا البنات شتي كي تغيبي وتجي لك خليتي حتى فرتاسه تاع خبز تلقاي دار بها النمل. سبحان الله كل وحده راهي عندها النمل. ننصحها بهذا، عفوا كي طيح لي القاروره ننصحها بهذا زيرو انسكت البنات. هذا الخاص بالنمل، كنتوا شفتوا معايا الاخر هذاك تاع الكافار والبيض تاعو. يخي قلت لكم انا قريب نتخلص منه نهائيا ان شاء الله مع نهايه الصيف ما تبقاش الريحه تاعو عندي لانه يقتل البيض. دوكا هذا تاع النمل سهل جدا جدا. اهم حاجه انه العطر تاعو الريحه تاعو رائحه الليمون. ما كيش عاد روحك درتي برودوي تاع كيما ريحه الفليتوكس وهذيك الريحه القويه ريحه تاعو تاع الليمون. ما تخافيش مره راهي تجي مع هذا الكيس لازق في الجنب تاعها. هذا شي واحد ما يتولاش ولا تنوضي تطيشي هذاك ولا ما تستعمليش. حلي هكذاك وفرغيه داخل الكيس هكذا يولي البرودوي كلي هذا وين يخرج من المصنع يولي جديد. وخلطي هكذا شويه حركي اكيد شويه القاروره تاعك لازم ديري هذا الرج الخفيف باش يتخلط هذاك المدوزي هذاك كونسونطري مع المبيد هذاك اللي في القاروره فوالا. وترشي هنا جيت نعطيكم لقيتها مسكره بوك نفتحها هنايا ونعاود نعطيكم الرشيات. شوف كيف ترش روعه، ترش يعني بكميات هائله. يعني درت في الارضيات هنا البنات وريحه تاعو راهي ريحه ليمون. ما تخافيش مره وبقاي ديريها له كتخاتمو يعني حتى تخلصي من الاماكن من النمل وين كان يكون في دارك. فقط استعمليها في البلايص يعني اللي يجي فيهم النمل. فوالا البنات ورجعنا للدار وكانوا عندي ضيوف وحضرت لهم يعني ضيف ماشي نقول ضيف الغفله باش الواحد ما يبالغش وما يكذبش، بصح ضيف تاع الصباح نعتبر ما كاينش الوقت مره باش توجدي اطباق اللي كنتي حابه توجدها. درت طاجين الشيدار هاو يطيب يجي بنين السل. كان طلبوا المعلم يعني هو اللي قال لي ديريه. وهنا راح ندير كريات تاع لحظه، حنا باكي نقولوا كريات لحظه اللي هي الحليب بالخبره. نديروهم داخل طاجين الحلو نديروهم في السيرو نقدموهم كتحليه كهكذا مع القهوه والمسكوتشو. اليوم راح نديرهم كم بذوق نواس كوكو ونديروهم داخل طاجين الحلو. تبعي معايا وصفه تهبل الذوف الفم اسفنجيه وسهله مره. درت ما فاتنا والو مو غرفه تاع ماء مو غرفه تاع زيت
بيضة كاملة وعطر الموز. تقولي ليه؟ يعني هي نواة كوكو لحظة وتنديروا عطر الموز. عطر الموز قوي قوي بزاف، ماكش عاد تحسي نهائيا ريحة البيض وريحة الزيت اللي قليتيها فيه. مكوناتها سهلة جدا، ما فيهاش والو. مغرفة ماء، مغرفة زيت، بيضة، عطر تاع البنان. دوك نخلطوا المكونات السائلة هكذا خفيف برك بالفوي ولا بيدك مباشرة. اللي ما تقدرش تعجن ولا راه العجن تاعها اسهل حاجة. الماسكوكو لحظة راه خفيف كالريشة. لحظة لي حليب بودر، احنا ديما نقولوا اخي وصفات لحظة اكل بكري نقولوا بلحظة، صابري تاع لحظة، خبز الدار بلحظة، هذو كريات لحظة. واش درت انا؟ زوج مغارف كبار معمرين مليح تاع نواة كوكو. حاولي تشي نواة كوكو المليحه وينه هي صغير رقيقه مرحيه رقيقه مره، اللي تلقاه شوي خشين هكذا ما فيش الريحه هذيك بزاف قاطعه. عن تجربه يعني. شوفي واحد ثقه مولفه تشري عليه كما انا توجور نشري من عند هذا اللي توالي داري افراح المدينه. جي ورا سونتر سونتي تاع 2014 والله غير حويجات جدد ويسخفوا يعني. ميم لحظه تاع الميزان غير تهب الخدمه اللي تشريها باسمو تما تاع لحظه تاع الميزان يبيع لك واش تحبي. توجور لحظه تجيكم غاليه، تشري حتى قيس 10 تشري كيما تحبي. درت زوج مغارف تاع نواة كوكو وبديت نلم بحليب لحظه. نخلط هنا هذو المكونات دوك نجيب حليب لحظه بودر، هو الحليب البودر، ونلم بيه حتى تتماسك معايا العجينه تماما. انا درت قرصه تاع ملح البنات، ماهيش ضروري يعني تحبي حتى ما ديريهاش، فقط قرصه الملح هذيك باش تخرج لي النكهات اللي في اي وصفه، تخرج الاذواق مليح مليح، تعصرهم كيما نقولوا، تعصر نواة كوكو تعصر. فوالا البنات دوك هنا نلم بحليب لحظه. انا درت تاع الميزان وصفه قديمه جدا وبصح بنينه بالنسبه لي ما يعرفوش حتجيهم حاجه جديده يقدموها في عرضاتهم او جاي ان شاء الله. انا مقبلين على المولد النبوي ما بقالوش بزاف اللي عندهم عرضه ولا تتلم العائله في هذه المناسبه يديروها يقدموها مع طاجين الحلو مرافقه للطبق التقليدي. يا اخي البنات شوفوا بقيت نضيف في لحظه هي تجي تتلاصق تقولي سي بون بوك هذه مش حتتلم ولا ما تبقاش تزيدي في لحظه تزيدي غير تشوفيها شوي تبقى تلاصق قد ما تزيدي لحظه تبقى تلاصق. فقط خليها تريح شوي وبلي شويه يديك بشويه ما ولا بشويه زيت وديريها كرات ما تلزقش في يديك مره. شوفوا البنات هذه الوصفه تحبي تحليها بالحلالات تقطعيها بالطوابع شكل قلوب صغار، شكل هلالات هذوك الطوابع تاع شبح صفراء هذوك. تحبي كما كنا نديروها بكري هكذا كرات. ميم اذا حبيتيها بلون اخر ما ديريش عطر البنان، ديري عطر الكرز، ديري اي ملون تحبيه. الا حبيتي اللون تاعها ما يجيش هكذا اصفر، بصح هذه يعني الاصل، هذه هي الاصل عفوا، وهذه هي اللي تجيبني. تقدري حتى تحضريها في تحضيرات شهر الكريم ان شاء الله نتفكرها نديرها لكم ان شاء الله لكنا من الاحياء ولا عايشنا ربي وصلنا لهذاك النهار نديرها لكم في تحضيرات رمضان. تاخذ كرات هكذا وتقليهم وتخبيهم في اكياس مجمد وتخبيهم في الكونجيلاتور. وقت تحبي تستعمليهم تجبديهم هما يذوبوا شويه وانت تعسليهم ولا تلحيهم طول في طاجين الحلو ولا تعسليهم وتقدميهم في سهرات يتكلوا بالمغرفه كنوع من معجون هكذا كيما تحبي تقدميهم. هما عبارة عن تحلية خفيفة كرات اسفنجية من الداخل يجيو كي الهواء. شفتوا انا درت لكم المسكوت هذيك وقلت لكم كي راكي تاكلي فيه الهواء. بزاف بنات راسلوني قالوا لي صح والله ما كذبتيش ام جين تقولي انا ناكلو في الهواء هكذا. دوكا بالنسبه لهذه كي الهواء اون ديرا كي تاكلي في الهواء. وملاحظه ثاني مهمه جدا جدا جدا، ما تكبروش الكرات هذو. الا كانت تهورتي وكبرتيهم راكي تقليهم يكبروا وديرهم في طاجين الحلوك ساعه تجي الحبه قد راسك. نفسي نضحك مع خواتاتي خذكوا لبس العقليه. الور كي يجيو هكذا كبار في الصحن نو شكلهم مش لطيف خالص. ما يعجبونيش، واللي يحب يعجبو الحجم الكبير ديرهم اكيد هكذا يجيو هكذا مزروعين في طاجين الحلو تاعك. هذوك الكريات البيضاء يبقاو كل يتسالوا واش هما. وثاني كم ملاحظه نسيتها حرت كيف ما تصورتليش. بعد القلي مباشره هذو الكرات تاع نواة كوكو ديري فيهم بالكيردون دوري عليهم، ديري فيهم ثقب ولا زوج هكذا دور عليهم تثقبيهم هكذا بالكيردون باش يشربوا لك هذاك السيرو، لانهم يجيو كي الاسفنج ويجي عندهم هذيك الطبقه يبقاو لك ناشفين من الداخل. فهمتوني يعني نهضر من عاود. ما تكبريهمش هكذاك تحوسي تخدمي فيهم كي تقليهم قبل تقليهم بعد ما يطيبوا قد ديري فيهم ثقوب مره ولا زوج برك كما نقول ثقب ولا 2 فقط بالكيردون وباش تلوحيهم في العسل ولا في طاجين الحلو تاعك.
شوفوا البنات، هنا جيت راني نشوف الزيت سخون ولا ما سخونش، نقليهم في الزيت عادي كيما نقليو السفنج تاعنا تاع النافس، ولا ما هو بزاف ما هو قليل مرة هكذا، باش يطيبوكم اكل كيف على جميع الجوانب. وحركي ما تقعديش تقلبي بالوحده، هزي المقله وحركي هكذا راح يسنفخوا ويطلعوا الفوق. يطلعوا الفوق مرة عارفون بلي حماروا، بقى بلي طابوا يعني سي بون. الزيت علو وسخنيه مليح باش كي تلوحي الكره تاعك، يعني مستحيل يتحلوا لانهم بالبيض وكلش. سخني الزيت مليح ولوحيهم في الزيت، ومن بعد نقصيلو باش يطيبوا من الداخل، باش ماشي كي تجي تغزي الحبات تلقاي الداخل لحظه حليب تاع لحظه ولا نماس كوكو هكذا تلقاهم طابوا ونشفوا ساك. فهمتوني يا بنات؟ هذا مكشوفه كيف ديجا بداو يسنفخوا، كبروا خدرناهم صغار مره، وبقى يحركي هكذا بالملعقه وعسيهم ونقصي الغاز مره. وصفه مليحه اللي يحبوا التحضيرات قبل ما يجيهم الضياف مثلا باسبوع يوجدوا هذو الحوايج وكل كيما طاجين الحلو تخبي ديري في علبه ما يصرالو والو. هذو الكرهيات منهم من شبيح صفراء ما يصرالهم والو، هذو فقط تخبيهم في المجمد. كي تقليهم خبيهم في المجمد يبقاو لك شهرين ثلاثة اشهر شاك فوت تجبدي كيس صغير وديريهم وتقدميهم كيما قلت لكم. شني ثاني مش جيت راح نحكي لكم ونوصيكم يا خويتي. فوالا هذا مكان. حاولي توصليهم من هذا اللون جميل جدا. اليوم راني اللغة العربية ديرها رايحة، وسامحوني على الصوت، سامحوني بزاف صوتي راه تعبان تعرفوا اختكم كي تغيبوا تجي للدار ليسترس تعنقش فيها كي قرد شامبازي بورتو ما بقيتش نتعب روحي بزاف من هذيك المرضى اللي مرضت عشت البنات قريب مت، وخليت وليداتي مساكن وخليت مشتركاتي. خوتي سي تفكر هذيك المرضى تقول نخدم غير ناكل نشرب ونخرج ندير لا مارج نص ساعه ونجي نروح واحد الدويرسي ندور على شكي القور. بصح فينا الدوده لا غالب عندنا ديك الدوده. قلت لكم ما بقيتش نتعب روحي بصح هكذاك وتعبت هذه الدار. فوالا هذو هما الكرات فرغيهم فوق بابي واسمو هذا تاع ورق المطبخ، وخليهم شويه يتخرجوا هذيك ليميديتي وما يشربوش الزيت نهائيا. لما حليب لحظه ما يشربش الزيت. وهنا ما كانش عندي بزاف حوايج تاع طاجين الحلو، درت كمشه تاع زبيب وحبيبات تاع البقره اللي كانوا عندي شمختهم في ماء سخون خليتهم بجنب، ورحت درت كما العاده كاس تاع 2 كيسان تاع ماء مع كاس تاع سكر مع عود تاع قرفه وعباد تاع قرنفل وواحده تاع نجمه الارض. هما هزوا الغليان اكيد نقليهم بول في شويه زبده نجمه الارض والقرفه والسكر، ومن بعد ندير كاس ونص 2 كيسان تاع الماء. هما يهزوا الغاليه وانا ندير لداخل الزبيب تاعي وعين البقره ونشوفهم 10 دقائق والله غير يطيبوا. ندير انا تشوفوا هذوك الثقوب ما يبانوا فقط راح لي في التصوير. احكمي كل حبه دير فيها ثقب ولا زوج بالكيردون ولوحيهم الداخل. ذوقهم رهيب، ماشي تخليهم يطيبوا حتى يتحرحروا ولا شوفوا غير يهزوا الغاليه برك باش يشربوا لك هذاك السيرو. لازم يكونوا بردوا تماما والسيرو تاعك هاو يطيب بسمو الفواكه الجافه هذو هما يطيبوا في السيرو. فوالا دخلي غير يهزوا الغاليه برك شويه هكذا طفيلهم. يا اخي البنات واضحه الوصفه، نظن اني شرحتها من قلبي يعني، ولذيذه جدا ما كوش راح تدموا عليهم نهائيا. هنا عندي اوراق تاع التورتيه هذو صغار هذوك اللي يسبيعوا شيتهم واخس شاك فايت نديرهم ساندويش نديرهمش. هيا كي جاوني ضياف في هذه المره حاولت اني نديرهم هنا نقدم اكواب التورتيه نعمرهم بالسلطه وبالبوب كورن تاع الدجاج. درتهم في ذوك الليمول تاع المادلين ودخلتهم من الفوري يتحمروا. هنا جبت ثاني شفت من فوائد التجهيزات المسبقه عندي هذو لي بوب كورن تاع الدجاج واجدين في المجمد. جبتهم شوي باك نحلهم هذاك لاكلاص وقليتهم. وصفه بوب كورن دجاج راني ديرتها لكم البنات، ولا حبيتوا نعاودوها انا وياكم فقط اطلبوا مني اكتبوا لي في التعليقات. بوب كورن تاع الدجاج سهلين جدا، تحققوا غير دجاج وشابلي وذاك ومليح كاضافات تزيني بهم سلطه سيزار تعمري بهم كما اليوم درنا هذو اكواب التورتيه. اكيد السلطه لازم تكون حاضره في كل طاوله هي الصح. الخضره والالوان الطبيعيه شوفوا سبحان الخالق، الالوان الطبيعيه الوانها جميله جدا. هاي تبان لي في الهاتف
رابيت شويه بطراف مفور نص فوره فقط باش ما يبقاش قاسي بزاف ويشرب لي تتبيله تاع السلطه. ورابيت ثاني شويه بطراف اخضر طول، في النص حطيت سلطه تاع بطاطا. وهنا الاكواب تاعي شوف بعد ما تحمروا في الفرن يحكموا لا فورم تاع اكواب ويجي شكلهم يعني بريزونطابل، ما تحسي راك ما درتيش حوايج بزاف ولكن مقصره فيه مع ضيف. حاولي تريقلي الحاله تسيطري عليها واسمو نحاول توجور نمد لكم افكار ساعات افكار عصريه، ساعات افكار كنتو نسيتوها. انا من جيل الفيسبوك كنا نخدموا العجب واصحاب القنوات وكل خرجوا من ثم من جيل الفيسبوك. احنا بلا كنا ما نبانوش لكننا أنا كنا نخدموا من قلبنا، يعني كنا نشاركوا في جروبات كبار، جروبات خالتيه، جروبات الليبيين، اخواتنا الليبيين الله يبارك ما شاء الله عليهم. كنا توجور نجيبو جديد، توجور عندنا كيما نقولوا ما كناش نبانو فقط لان كنا في فيسبوك. كل وحده كانت تروح اليوتيوب تبدا تبان. فوالا البنات هنا الطبق الرئيسي درنا درس طاجين شيدار. وشنو هي هذا طاجين شيدار؟ راني دايرتوكم هنا في القناه، دايرتوكم في الفيسبوك، حوسوا على الوصفه مكتوبه اللي يحبوا ودخلوا صفحتي على الفيسبوك تلقاوها مكتوبه. وجماعه الانستغرام حكموا في ذيك خايد كل مره نقول لكم هي ها راح نولي ندير لكم لي ستوري وصفات سريعه شكيسه كبرت سعس ما نقدرش. هذا الطاجين الشيدار لذيذ جدا جدا جدا. تحبي ديريه بالدجاج وكفته توجور تاع الفيونداشي هذه يعني تاع بحال لحم البقر. الاساس تاعو جبن الشيدار، تحشي الكفته او كل قطعه تاع الشيدار من الافضل يعني يكون كيما نقول شيدار الاصلي، يعني تجي طرف صغير هكذا طرف صغير برك حق الوصفه تاعك برك. وطيبي هذه اللي مديرتها تقلي اللحم فديرتوكم 2 مرات ولا بالشامبينيون اللي حبيت نديرو بالحمص، حبيتو طبق هكذا شنه ورنه يتحط في وسط الطاوله. والتزيين تاعو اكيد دائما بالشيدار مع الصلصه تكون سخونه، راح هذاك الشيدار يذوب يمد طعم خرافي عن تجربه. يعني طبق لذيذ جدا جدا بنين بزاف بزاف. تحبوا نعاودوه اكتبوا لي ثاني في التعليقات. وهذا هو الطاجين الحلو تاعنا درناه بكريات لحظه يجي بنين سل صدقوني للامانه بنين كي نقول لكم حاجه بنينه ونقول لكم نص 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 ونقول لكم راهي شكل برك شكل برك. هذه بنينه كي تقولي ذوك الكريات يجيو كيما لقمه القاضي ولا الزلابيه كما يسميوها اخواتنا المشارقه، كي تعضيها هكذا العسل اللي يسيح منها. والبنه تاع الماسكوك وعطر البنان نزيد فيها النص. وكنت كي نديرو انايا كنت ندير نقطه من عطر البنان في طاجين الحلو تاعي. اليوم ما درتش بصح هذاك الكرات تتغلب الذوق تاعهم وجاو يسخفوا. هذه هي الطاوله تاعي وما كملتش. تعرفوا الغدا ما فيش الوقت، هنا مازلت ما كملتش، ما حطيتش خبز الدار المخار في فراش الكيسان. صورت حاولت نصور لكم الاطباق وكلها هكذا مع بعضهم في هكذا بيت فيها هكذا. ومن بعد درت حطيت الحوايج ثاني اجري جبت منهم وحطيت الطاوله تاعي. خطأ في المونتاج راهي لقطة قبل من لقطة هذه لقطة من قبل الأخرى والله المستعان. إن شاء الله يكونوا عجبوكم أفكار اللي تسمكم في الفيديو تاع اليوم. إن شاء الله تكونوا راضين عليا ولو بالقليل. ربي يحفظكم. شكرا كل مرة نشكركم قد ما نشكركم ما نعيش على كلامكم الطيب، على دعائكم لي دائما غاليات، على رسائلكم الطيبة. شكرا من القلب. وسامحوني البنات اللي كش ما وعدتهم بحاجة والله ما لحقت باش نوفيها. راني نجري كما نقولوا كان نجري في الدنيا تجري الوحوش غير باش نلحقوا ونرضيو ربي سبحانه اكيد قبل كل شيء باش نرضيو روحنا وعائلتنا ازواجنا واولادنا. جامي تحاولي تضغطي على روحك لانه مرضنا احنا بكري ومرضنا صغار وذاك خاطر تجون نحاول نرضيو الناس على حسابنا، على حساب صحتنا وسعادة عائلتنا. عينا نطيشوا ولادنا هم صغار باش نفرحوا الناس. وذوكا كي غير تطلع بهم غير شوي بركه تطلع بهم شوي الله ما يسمعوا بيك مرة تفكر انتي وش درتي على جالهم بكري. الله المستعان. ربي يعطينا الصبر ويعطينا القلب الكبير. واش نقول لكم اكثر من هكذا. استودعكم الله غاليتي. لنا لقاء في فيديو قادم ان شاء الله.